ببيان حاطط فيه شروط عشان يمد ايده لنادي الزمالك. يا كابتن احمد انت نسيت نفسك ولا ايه؟ يا كابتن احمد في ايه؟ هم دول اسرى؟ هو مجلس الاداره دول اسرى عند حضرتك ولا انت خاطف طياره ولا ايه؟ ما انا مش فاهم يعني انت حاطط شروط ليه؟ يقول لك تغيير سياسه القناه ما تجيبش سيره حد غير انشطه النادي. يا حبيبي يا حبيبي يا كابتن احمد ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ انتوا عايزين تمسكوا نادي الزمالك، انتوا عايزين تقعدوا على كرسي رئيس نادي الزمالك؟ يا نهار اسود منيل. والله العظيم انا قرفت يا كريم، اقسم بالله انا قرفت من هذه التصرفات والسلوكيات، مع احترامي طبعا لكل الاشخاص، انا بتكلم على سلوك الشخص. ازاي تبقى تطلق على نفسك رمز وانت دخلت الانتخابات وجربت وعارف ان الجمعيه العموميه مش طايقاك؟ شروط ايه اللي انت حاططها عشان تعمل تفعل المبادره؟ شروط ايه؟ بقى انا بحب امي، اجي علشان امي في ازمه اقول لها يا امي انا جاي اساعدك بس بشرط طلع ابويا بره البيت، بس بشرط ما تاكلناش كذا وكذا. ايه يا ابني ده؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ده هي بس عايز اقول لك حاجه بقى، اتكشفوا يا كريم وسقطت الاقنعه وسقطت الاقنعه. واحد زي احمد عيد عبد الملك واخد بالك؟ يا عم احمد انت كمان خليك معايا يا عم، والله العظيم 3 1 قرف اقسم بالله العظيم. يا احمد يا عيد انت كنت عايز تشتغل في القناه، لما ما اشتغلتش في القناه عمال تهاجم مع واحد تاني برضه كان عايز يشتغل يعمل برنامج في البتاع وعايز عمال يهاجم مع واد طلع مره في القناه وما نفعش، بعد كده بيطلع يهاجم. ايه النماذج الزفت دي اللي احنا بنشوفها؟ ايه النماذج دي؟ انا مش فاهم. يعني انت طالع تهاجم الزمالك يا احمد عيد عبد الملك وبعدين مثلا مع احترامي الشديد لكابتن خالد الغندور وهو صديق تتكلم برضه على زيزو. طب ما احنا قلنا امبارح وكلمنا امبارح وقلنا ما فيش عرض جه وما فيش. طب اذا كان زيزو انت بتميل لبيعه او ان والده تلمح ان والده بيميل لبيعه واخد بالك، احنا هنا بنقول زيزو خط احمر. زيزو لاعب بيتبني عليه فرقه. مرتضى منصور بخبراته قال ايه؟ لو بمليار جنيه مش هنبيعه. طيب التسريبات اللي جايه بتقول ايه؟ 10 مليون دولار عشان ايه؟ يشيل لعاب الناس والجماهير والنادي. طب لما مرتضى منصور يجيبه يا كريم ب 170,000 ولا ب 200,000 دولار ويجيب النهارده نص مليار، عامل تمثال ذهب لمرتضى منصور في ميدان التحرير. ما انا اعمل له تمثال ذهب. لما انا اجيب لعيب ب 200,000 دولار يجي لي فيه نص مليار، انا اعمل له تمثال ذهب. هو ده بقى مرتضى منصور. ما قبل زيزو كان الزمالك بياخد بطولات، وقبل زيزو كان في لعيبه كبار جدا واخد بالك. ده انا واحد من الناس بكيت يوم طه بصري ما اعتزل واخد بالك من حبي في طه بصري. طيب زيزو جه وحتى جروس ما كانش بيلعبه في اول الماتشات وبعدين بقى نجم مصر الاول. طب احنا بنبني عليه فرقه، ما نجيش بقى نقعد نقول علشان كذا وعلشان كذا وما يطلعليش واحد نفسه يشتغل في القناه ما اشتغلش يهاجم في النادي، واحد مش عايز يستفيد من النادي. احنا يا جماعه زي اللي بيقولوا ايه يا الواد ده اسمه للاسف معلش مش عايز اخد وقت زمايلي بس للاسف هتكلم على ابراهيم المنيسي بس مش دلوقتي لانه برضه لما بيطلع يتكلم عيب يا ابراهيم اللي انت قلته النهارده عيب جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.